طلبت مني حاجات غريبة. حسين فهمي يكشف سبب لجوء زوجته إلى الخلع وسر فشل زيجات ابنته. كشف الفنان حسين فهمي في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل رفع زوجته السعودية قضية خلع، مشيراً إلى أنها بعد أن طلبت الطلاق لم يوافق على بعض الطلبات، لذا لجأت إلى الخلع. وأشار إلى أنها وجهت له اتهامات غير صحيحة، من بينها الاعتداء وسوء المعاملة، واصفاً تلك الاتهامات بأنها كلام فارغ. اتهمتني إني رميت هدومها في الشارع، مشيراً إلى أن الغيرة كانت السبب الأساسي في الانفصال. وأوضح: أنا شخص مشهور وهناك الكثير من النساء يتحدثن معي، وهذا الأمر كان يسبب لها مشكلات بسبب الغيرة، خاصة أنها لم تكن قادرة على رؤية الأمور بنفسها، فكان البعض ينقل لها معلومات مغلوطة مثل أنني احتضنت فلانة أو قبلت أخرى. وبعد 39 عاماً من انفصاله عن الفنانة ميرفت أمين، تحدث حسين فهمي عن الأسباب، مشيراً إلى أن اختلاف وجهات النظر كانت السبب الأساسي، وتم الاتفاق سوياً على الطلاق. ووصف حسين فهمي الأمر قائلاً: الطريق كان مسدوداً تماماً ولم نكن نتفق، وطبيعي كل شخص يأخذ اتجاهاً في الحياة لأننا هنعيش مرة واحدة. وتحدث عن سبب عدم تعاونه مع الفنانة ميرفت أمين فنياً منذ انفصالهما، موضحاً أن الأمر لم يكن متعمداً، بل لم تتح الفرصة لذلك، حيث لم تعرض عليهما أعمال مناسبة تجمعهما مجدداً، قائلاً: لم يرفض أي منا العمل مع الآخر، لكن لم تأتي الظروف المناسبة، كما أن لدينا ابنتنا منا وعلاقتنا جيدة ولا يوجد أي خلاف بيننا، مضيفة أن المخرجين والمنتجين لم يسعوا إلى جمعهما في عمل مشترك. واعترف حسين فهمي بأنه لم يشعر بالسعادة الكاملة في زيجاته الخمس، لافتاً إلى أنه بحكم عمله كممثل كان يبحث عن الهدوء في المنزل، إلا أنه لم يكن يجده، مشيراً إلى أن زوجته لم يستطعن فهمه على الرغم من كونه زوج سهل. وقال: لما أرجع البيت عاوز ألاقي هدوء، إنما كنت بروح ألاقي دربوكة، وأنا أصلاً عندي برة البيت دربوكة، كنت محتاج أرتاح. وتحدث فهمي عن تجارب ابنته منة حسين فهمي في الزواج، مشيراً إلى أنها خاضت 3 زيجات غير ناجحة، جميعها كانت من اختيارها، وكشف أنه كان معترضاً على زواجها الأخير، قائلاً: اعترضت على الزوج الأخير، أما الفنانان اللذان تزوجتهما فهما أصدقاء لي لأنهما محترمان،